الملك محمد السادس رئيس المجلس الوطني في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني رسميا بمهمة تشكيل الحكومة المغربية الجديدة. وكان الملك محمد السادس قد أعفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران من هذه المهمة بعد فشله في تشكيل الحكومة. للمزيد ينضم إلينا من الرباط طارق أتلالي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. أهلا بك سيد طارق. بداية، من هو سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني في حزب العدالة والتنمية؟ نعم، شكرا. تحية لكم ولمشاهدي قناة فرنسا 24. المؤكد أولا وهو أن جلالة الملك فعل دستوريا الفصل 42 وعين شخصية سياسية أخرى من نفس الحزب المتصدر للانتخابات الشرعية للسابع من أكتوبر. من هو سعد الدين العثماني؟ سعد الدين العثماني معروف داخل حزب العدالة والتنمية بأنه رجل التفاوض، رجل الحكمة، ويعني يتسم بنوع كبير من الاتزان، ومقاربته تختلف جذريا عن مقاربة الأستاذ عبد الإله بن كيران. ويمكن هنا أن نضيف معلومة للإفادة على أن السيد سعد الدين العثماني كان دائما في خلاف بين قوسين، عبارة عن حرب باردة بينه وبين السيد عبد الإله بن كيران لاختلاف المقاربات في تدبير الأمور. ويبدو بأن حتى في سنة 2004 داخل حزب العدالة والتنمية كان سعد الدين العثماني قد هدد بالاستقالة نتيجة لمواقف السيد عبد الإله بن كيران. بمعنى أننا اليوم نتجه إلى مقاربة جديدة في تشكيل أغلبية حكومية. ولا شك أن السيد سعد الدين العثماني كان في خلاف في الآونة الأخيرة مع السيد عبد الإله بن كيران حول موضوع حزب الاتحاد الاشتراكي ومجموعة من الأمور الأخرى المرتبطة بتشكيل أغلبية الحكومية. وبالتالي الآن يمكن أن نلحظ يعني انفراج كبير على مستوى تشكيل هذه الأغلبية، يعني بمقاربة جديدة تمشي في اتجاه حسن تدبير الأمور من أجل حسن سير مؤسسات البلاد. لكن سيد طارق أتلالي، يعني هل يمكن أن ينجح سعد الدين العثماني في المهمة التي فشل فيها سلفه عبد الإله بن كيران؟ يعني بداية، ما هي العقبات التي كانت ربما تعيق تشكيل حكومة بن كيران؟ حكومة عبد الإله بن كيران بطبيعة الحال مواقف السيد عبد الإله بن كيران كانت متصلبة في اتجاهات كثيرة، وكانت له مقاربة حتى في خطابه السياسي الذي كان يبدو غير متزن، بحيث أنه كان يمشي في والاتجاهات المعاكسة، لدرجة أنه كان يخلق أزمات مع محيط القصر بشكل كبير ومستمر ومسترسل. وأعتقد بأن السيد سعد الدين العثماني معروف داخل أوساط حزب العدالة والتنمية، لدرجة أنه يعني هو بإجماع المنخرطين هو رئيس للمجلس الوطني برلمان الحزب. بمعنى أن السيد سعد الدين العثماني له مواقف متزنة اتجاه الفرقاء السياسيين واتجاه القصر، وبالتالي يمكن أن نلحظ توجه جديد في تشكيل هذه الأغلبية التي استعصت للأسف على السيد عبد الإله بن كيران. اليوم مع هذه الشخصية الجديدة معروف باتزانها، معروف باعتدالها، وهو يعني دكتور لعلم النفس ويزن الأمور. ويمكن أن نلحظ انفراج كبير على مستوى خروج هذه الأغلبية الحكومية للوجود، لاعتبارات أنه حتى سابقا وأن كان وزير للخارجية، بمعنى أنها كانت قبل وزارة للسيادة وفيها تفاعل كبير حتى مع يعني القصر ومع باقي الفرقاء الآخرين.